90% من الناس ممكن يستهونوا بأعراض ارتجاع المريء، مع إنه إهماله ممكن يدمر صحتك وحياتك. السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده إن شاء الله هقولك معلومة في السريع. كم مرة حسيت بحرقان في صدرك بعد الأكل، أو حسيت إن الأكل بيرجع تاني لبقك؟ ممكن تكون افتكرت إن الموضوع ده عبارة عن تخمة أو حموضة عادية، لكن الحقيقة دي ممكن تكون علامة على مرض اسمه ارتجاع المريء. مرض منتشر جدا لدرجة إن 1 من كل 5 أشخاص بيعاني منه. النهاردة هنتكلم عن ارتجاع المريء بالتفصيل. هنتكلم عن إيه أسبابه وأعراضه، وليه مهم بنستهونش بيه، وإزاي الأدوية بتشتغل وتفرق معانا. خليك معايا لأن الحلقة دي هتبقى مرجع كامل لأي حد بيعاني من ارتجاع المريء. أول حاجة هنتكلم عنها هي الأسباب، زي السمنة وزيادة الوزن، الأكل الدهني والمقلي والكافيين، وكمان النعناع، التدخين والكحول، والحمل وخصوصا في أول كام شهر، بعض الأدوية زي الأسبرين وأدوية الضغط، وكمان المسكنات. تاني حاجة هنتكلم عنها هي خطورة إهمال المرض. بيعملك التهابات مزمنة في المريء، ممكن يعملك قرح ونزيف، وكمان بيعمل صعوبة في البلع إنه ممكن يعمل ضيق أو تليف في المريء، وكمان بيزود خطر الإصابة بالسرطان. تعالوا نعرف إيه هو ارتجاع المريء. Gastroesophageal reflux disease، وبالعربي هو رجوع حمض المعدة إلى المريء. في حالة الارتجاع الصمام اللي هنا بيبقى ضعيف، فالحمض اللي هنا بيطلع لفوق وبيعمل تهيج في بطانة المريء. تعالوا نعرف أعراضه بالتفصيل. أول حاجة بيعمل حموضة وحرقان، بيحصل رجوع للأكل أو السوائل للفم، بيحصل صعوبة في البلع أو إحساس إن الأكل واقف في الحلق، كحة مستمرة وخصوصا بالليل، بيحصل بحة في الصوت أو التهابات متكررة في الحنجرة، تسوس الأسنان، وفي بعض الحالات الشديدة ممكن يجيلك ألم زي اللي بيحصل في الذبحة الصدرية. هنتكلم بقى عن العلاج. أول حاجة نبتدي بيها إن احنا هنغير أسلوب حياتنا، هنقلل الأكل الدهني والسبايسي، وهنتجنب الأكل قبل النوم ب3 ساعات. أثناء النوم حاول ترفع راسك 30 درجة، وأهم حاجة إن احنا نحاول نقلل من وزننا، وهنوقف التدخين. يلا نتكلم عن الأدوية جوه الصيدلية. أول حاجة نتكلم عنها هي مضادات الحموضة الأنتاسيد، زي الجافسكون والمالوكس، ودي أشهر الحاجات اللي الناس بتستخدمها سواء أكياس أو شراب، ودي بتعمل على إنها بتعادل الحمض على طول، واستخدامها بيبقى بعد الأكل بساعة 3 مرات يوميا. الميزة إنها بتديك راحة فورية، بس العيب إن مفعولها قصير ولازم تتاخد كذا مرة في اليوم. تاني حاجة نتكلم عنها هي مضادات الهستامين H2 بلوكر، ودي أشهرهم مادة الفاموتيدين الموجودة في الأنتولين، ودي بتقلل إفراز الحمض من جدار المعدة. بتشتغل أبطأ من مضادات الحموضة لكن تأثيرها أطول. أفضل وقت تاخدها هي قبل العشاء بنص ساعة. من ضمن عيوبها إنها ممكن يحصل لها تولرانس، يعني الجسم بيقلل استجابته ليها. تالت حاجة نتكلم عنها ودي الأقوى والأشهر هي بروتون بامب انهبيتور الBPI، زي البانتوبرازول والإسموبرازول والأوموبرازول، ودي بتعمل على إنها بتوقف مضخة البروتون المسؤولة عن إفراز الحمض، فبتقلل الحمض بنسبة كبيرة جدا. بنستخدمها مرة واحدة بس قبل الفطار بنص ساعة. ميزتها إنها الأكبر والأكثر فعالية وبتعالج التهاب المريء. عيوبها إنها مع الاستخدام الطويل ممكن تعملك نقص في فيتامين B12 والمغنيسيوم والكالسيوم، فبتعملك هشاشة في العظام، وممكن تزود لك خطر الإصابة بالعدوى المعوية. أهم حاجة إنك مينفعش توقفها فجأة، ولازم بالتدريج. في معلومة هنا لازم نعرفها، الناس اللي بتاخد أدوية لسيولة الدم زي مادة الكولبيدوجريل الموجودة في البلافكس، مينفعش ناخد مادة زي الأوموبرازول أو الإزموبرازول معاها، وهنا ممكن نستبدلهم بمادة البانتوبرازول زي الموجودة في الزوركال أو البروتوفيكس. رابع حاجة نتكلم عنها هي البروكاينيتكس، زي الدومبرودون الموجود في الموتيليوم أقراص، ودورها هنا إنها بتسرع تفريغ المعدة وبتقلل ارتجاع الأكل. بتستخدم في الحالات اللي معاها بطء في حركة المعدة، بس لازم تستخدم تحت إشراف طبي. ارتجاع المريء مش مجرد حموضة وحرقان، ارتجاع المريء مرض مزمن لازم نتعامل معاه بجدية. الأدوية موجودة ومؤثرة جدا، لكن العلاج الحقيقي بيبدأ من أسلوب حياتنا. لو عندك أعراض متكررة أكتر من مرتين في الأسبوع لازم تستشير الطبيب، متعتمدش بس على مضادات الحموضة اللي بتتباع من غير روشتة. صحتك غالية وحياتك أهم. تعالوا نعرف أكتر الأسئلة اللي بتتسأل والإجابة بتاعتها. احنا ممكن نستخدم الدواء ده طول العمر؟ أيوة ممكن نستخدمه، لكن تحت إشراف طبيب وبأقل جرعة مؤثرة. ليه أنا باخد الدواء ولسه في حموضة؟ ممكن تكون الجرعة مش مظبوطة أو في أدوية بتستفز المعدة. هي مضادات الحموضة زي الأنتودين ممكن تغني عن الBPI زي الزوركال والأنتوبرا؟ الإجابة لأ، لأن دي علاج سريع مش حل طويل. طب يا دكتور إيه أخطر حاجة في إهمال ارتجاع المريء؟ هيحصل حاجة عندك اسمها باريت أسوفاجاس، ودي ممكن تتطور وتوصل لسرطان. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وهرد عليك. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.